تقليد الغرب في أزيائهم وما يسيرون عليه من موضة على جميع الأصعدة أعمى بعض الشباب الغزي فقلدهم دون فهم أو وعي، ضاربين بعرض الحائط كافة العادات والتقاليد، لا سيما وكثير من تلك الأزياء التي يتهافت الشباب على ارتدائها تتنافى مع طبيعة مجتمعنا الغزي المحافظ. شايفها حرية شخصية ومش عارف ليش الناس تنظروا لهيك، وفيش فيها إشي، شايف حالي أحلى هيك أنا وإشي عادي يعني ما فيش فيها إشي. بقدر أي يوم أغير شكلي، بس المنظر يعني هي سبة منظر ما منظر، فالمنظر أحلى هيك فعملنا كوكو هيك. التقليد الأعمى للغرب لم يتوقف على الأزياء بل على طريقة الكلام وبعض التصرفات التي تلاحظ على فئة الشباب في كل مكان، سواء في أماكن تجمعاتهم كالجامعات والكافيهات. هو اسمه أعمى، يعني تقليد أعمى للغرب. إيش يعني شاب ماشي مسحل بنطلونه ولا يعني بيعملوا حركات يعني مش طبيعية، يعني إيش أنت إيش ناوي يعني مع مسحل بنطلونك إيش بدك يعني؟ احنا ما بننفع نقلد الغرب بكل شيء لانه مش كل شيء بيلبق مع عاداتنا وتقاليدنا، فغلط انه احنا نقلدهم، بس اذا الاشي ما بيتعارض مع ديننا واخلاقنا ففيش مشاكل. تعتبر في نظر الآخرين أنها منافية للشرع الإسلامي، وتعتبر في بعض النظر للآخر بأنها حرية شخصية، ولا بد أن كل إنسان يفعل ما يراه مناسب. احنا بنعيشه والحصار اللي شايفينه قطاع غزة، ممكن هذا يأثر على الشباب والبنات انهم خارج بيتهم انهم يلبسوا وينافوا الحرية الشخصية ويخرجوا عن عادات وتقاليد. كل شاب في مجتمعنا الغزي يغني على ليلى، فمنهم لا يزال يعيش تحت شباك التقليد الأعمى للغرب، وآخرون عادوا لصوابهم وأخذوا كل ما هو إيجابي من الغرب وتركوا ما يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع. يعني مش حلو بحق الشاب لما يكون ماشي ومسحل بنطلونه، مش حلو نظرة البنت له لما يكون. شو بتحكي كلمة للشاب اللي زي هيك؟ اتقي الله في نفسك.